فبيحط الخنجر كده اللي عليه الرسالة اللي لازم توصل يا عم انت لناس كتير. قاعد بيلعب بالخنجر بطريقة غريبة جدا. بالراحة على الخنجر ده اللي فيه رسالة المسلسل يعني. ازيكم يا جماعة، ايه الاخبار؟ انا عمر راتب ودي راتب ريفيوز. لسه مخلص حالا ابيسود 3 من سيزون 2 من هاوس اوف ذا دراجون، وفي حاجات كتير قوي عايز اتكلم معاكم فيها، فيلا نخش على طول نمسك الحلقه كده سين باي سين واقول لكم الكلام ده معناه ايه وايه علاقته بالحاجات اللي في الكتب. ما تقلقوش مش هحرق اي حاجه من اللي جاي. ميرسي جدا يا جماعه على السبورت، وما تنسوش تبقوا جدعان وتعملوا لايك وشير وسبسكرايب. يعني مش لازم شير بس لايك وسبسكرايب كده كده لازم. ميرسي جدا تاني، ويلا بينا بنبتدي الانترو بتاعه السيريز زي ما توقعنا. الحمد لله يا جماعه، في الحلقه اللي فاتت زودوا حاجات، حطوا لنا بقى جهارس الطفل اللي مات في الابيسود اللي فاتت موجود السنه دي في التيبستري اللي معموله في الاول في الانترو، وفي ورده كده عليه في نفس الحته اللي هو مات منها بالظبط، وبنشوف الدم على التيبستري دي. المفرش ده بتفضل كده ماشي ناحيه الثرون، وده بيقول لك ان الطريق للعرش يعني ايه مليء بالدماء. وهي عامه الحلقه دي كلها فيها فلسفه كتير، فلما تلاقوني بعمل كده عادي يعني فوت. هقول لكم على حاجه من دلوقتي عن في الحفله على مدار الحلقه كلها في ثيم كده ليه دعوه بالدواير، ان احنا لما بنعمل حاجه غلط لحد، الحد ده بيعمل حاجه غلط لحد، الحد ده بيعمل حاجه غلط لحد، ما نبقاش عارفين مين اللي ابتدى. الايفل بيجيب ايفل، الشر بيجيب شر. هنتكلم على التيمه دي كل ما نوصل لها واحنا بنريفيو الحلقه عشان ما نقعدش نرغي فيها كتير. بنبتدي في حاجه اسمها باتل اوف ذا بيرنينج ميل. باتل اوف ذا بيرنينج ميل دي كانت حرب بين البلاك والبراكنز. البلاك والبراكنز دول قصتهم قصه يعني، دول من قديم الازل، دول ضد بعض على طول وعاملين خناقات مع بعض على طول. البراكنز بيعبدوا السبع آلهة اللي هو النيو جودز بتوع ويستروس، والبلاك وودز they follow the old gods زي الستاركس، زي الناس بتوع النورث، زي الناس بتوع نورث اوف ذا وول. بيعبدوا الشجر الابيض ده الوير وود تريز، ودي بالنسبه لهم حاجه مهمه جدا. اللي بيحصل ان احنا بنشوف اريون براكن. انا كنت فاكره واحده ست بصراحه في الاول، يعني قلت مين البنت الحلوه دي، بعد كده قال لك انا اريون براكن. قلت يا عم مالك. ففاجئني اريون براكن ده بيلعب مع صحابه واقفين وبتاع، بيقول لهم اهو السيف اهو، انا ممكن اخلص على البلاك وودز كلهم. المهم بيجي دافوس بلاك وود ومعاه شويه اصدقاء من البلاك وودز، وبيقول له يا عم انت الحدود بتاعتك هنا، مين اللي حرك الستونز دي؟ براكن اريان براكن بيقول له مش انا، هي لوحدها. ابتدوا ايه هم، اي حاجه لو تاخد بالك في السين، اي حاجه سلام عليكم بين بلاك وود وبراكن فيها خناقه يعني على طول. فهم مش طايقين كلمه لبعض وشايفين ان في بينهم عداوه كبيره جدا. للاسف يعني ما بنشوفش الباتل، ودي اول باتل في ذا دانس اوف ذا دراجونز اللي احنا شايفينه اهو حتى الان. دانس اوف ذا دراجونز عباره عن ايه؟ عباره عن واحد عور واحد في عينه، واحد موت واحد على التنانين، واحد مات من اساسنز. مفيش حرب. اول حرب اكتشوال جيوش تحارب بعض كانوا البلاك وودز والبراكنز دول. فالبلاك وودز والبراكنز قصتهم بترجع زمان جدا جدا جدا، علشان في حد سأل في نص الحلقة كده هنوصل له، المعلم سايمون سترونج. قصتهم ابتدت ان البراكنز كانوا بيقطعوا او بيسمموا الوير وود تريز اللي بيعبدوها البلاك وودز. والبلاك وودز والبراكنز كان عندهم مشكلة دينية من زمان جدا جدا، هي دي اللي عاملة بينهم الخناقة. في الكتاب الخناقه دي كانت بين اموس براكن لورد اوف جوست هيل تقريبا اسم القلعه بتاعه البراكنز، والبلاك وودز القلعه بتاعتهم اسمها ريفن تري هول، اللورد بتاعها كان اسمه سامويل بلاكوود. في الباتل اوف ذا بيرنينج ميل اللي حصل ان في الكتاب البلاك وودز ابتدوا ان هم بعتوا شويه ريدرز على البراكنز عشان يقتلوا منهم شويه ناس، فالبراكنز ابتدوا الحرب على طول ضد البلاك وودز، وحصل ذا باتل اوف ذا بيرنينج ميل. وفي الحرب دي ايموس براكن قتل سامويل بلاكوود في سنجل كومبات، بس ايموس براكن اخد سهم من ويروود تري بو. القوس وسهم معمولين من الويروود تريز اللي بيعبدوها البلاكوودز، وكانت اللي ضربته بالسهم ده اليسان بلاكوود الملقبه ببلاك الي. اتمنى نشوفها في السيريز علشان شخصيه مهمه جدا. المهم المعركه دي ما بنشوفهاش بتخلص، بس بنشوف حاجه بتلف دايره اللي هي الميل، البيرنينج ميل بتلف لسه حتى بعد ما كل الناس ماتت. الموضوع الدورية ده شغال معانا في السين دي. بعد كده بنروح على دراجون ستون. اريك واريك بيتدفنوا مع بعض. جسارس مش عاجبه الموضوع ده، بيقول لها ده خاين وده ما ينفعش يتدفن مع البطل اريك كارجايل. هنا بنشوف رينيرا اعقل بكتير من جسارس،
والسين اللي بعديها على طول بنشوف رينيس اعقل بكتير قوي من رينيرا. يعني هنا رينيرا بتقول له يا جيس ده كان بيعمل شغله واريك كان بينفذ الاوامر، فهو اونربل زيه زي اخوه. هو بيقول لها طب واللي اداله الاوامر؟ فهي هنا بقى ايه، دي نقطه ضعفها بقى. فهي لما بتروح تتكلم بقى مع رينيس، هي بتقول لها أليس انت ورا الموضوع ده؟ رينيس بتقول لها طب ما هو انت ممكن يقولوا ان انت اللي ورا موضوع جهارس، الولد اللي مات هناك في كينجز لاندنج، ما تظلميهاش. انا مش شايفه. رينيس بقى ذكيه جدا، بتقول لها انا مش حاسه ان اوتو او أليسنت ورا الموضوع ده، الموضوع ده طيش شباب، فده اكيد ايجون، ايمند، كريستن كول كده. وهنا بنبتدي نشوف برضو دايرة الشر، دايرة المشاكل. لما رينيرا بتقول لرينيس الحرب دي ابتدت لما اخدوا الثرون بتاعي، قالت لها طيب وايه رأيك في الناس اللي بتقول ابتدت لما جهارس اتقتل؟ طب وايه رأيك في الناس اللي تقول ان الحرب دي ابتدت لما لوسارس اتقتل؟ طب ايه رأيك بقى لما الناس تقول الحرب دي ابتدت لما لوسارس اخد عين ايمند؟ اما حد بيعمل حاجه غلط وبيترد وراها بحاجه غلط وبيترد وراها بحاجه غلط، محدش بيفتكر ايه اللي حصل قبل كده خلاص. ورينيس بتديها نصيحه، بتقول لها اتكلمي مع اليسنت. رانيرا بتقول لها اليسنت بعتلي جواب، انا ما فتحتش الجواب ده علشان هي متضايقه منها، عشان هي بتلومها على موت ابنها لوسارس. رينيس بتحط في مخ رانيرا الفكره بتاعت حاولي توصلي لحل مع اليسنت، ان انتوا توصلوا للسلام. بفكر كتير هي ليه راينيرا ما عندهاش هاند اوف ذا كوين؟ هو مش رينيس دي اصلح واحده ان هي تبقى هاند اوف ذا كوين؟ ولا انا ناسي حد؟ فكروني كده يا جماعه لو هي سمت حد هاند اوف ذا كوين. انا لو مكانها رينيس من غير تفكير. رينيس بتنصحها نصايح مهمه جدا، بتقول لها اكتر حاجه الالهه ما بتحبهاش هي الحرب بين الاخوه، واكتر نوع من الحروب الناس كتير قوي بتموت فيه هو الحرب بين الدراجونز، فده اخوه بيتحاربوا بالدراجونز فمجزره. فليه يعني رينيس بتحاول تهدي الموضوع، وراينيرا برضو يعني، بس هنشوف محاولاتها بقى هتوصلها لايه. بعد كده بنرجع تاني على الجريف اللي فيها اريك واريك وهما بيدفنوا، وبعد كده الشط بتقوم قلب على كريستن كول كأنه هو اللي باصص على الجثث، ووشه كله حزن وأسى. يعني مش عارف هل هو حاسس بالحزن على قراراته بالنسبة لأريك وبالنسبة للكارثة اللي هو فيها، ولا هو مرعوب علشان هو بقى هاند اوف ذا كينج. وبنشوفه لابس تشين اوف هاندز، وكان في اغنية دايما بيغنوها لتيريون لو نفتكر في جيم اوف ثرونز: hands of gold are always cold but a woman's hands are warm. وده معناه ان الايدين الحديد اللي انت بتلبسها كهاند اوف ذا كينج، يعني ايدين الحديد دي دايما ساقعه، بس ايد واحده ست بتحبها دايما بتبقى دافيه. ودي كانت اغنيه بتضايق تيرين قوي علشان كانت بتفكره بشي. فبنشوف كريستن كول لابس التشين دي، قلقان جدا ومتضايق جدا وسرحان وساند وكده، لحد ما السكواير بتاعه بيصحيه: ايه اللي بيحصل؟ اصحى انت هاند اوف ذا كينج. فضيحه. بيتحرك المعلم كريستن كول رايح الكونسل، بعد كده بيلاقي ناس قاعده كده مسبوته لابسه كينجز جارد وبيهرجوا وبتاع. هو ما اختارهمش وما يعرفهمش وهم مش مدين له احترام. فهل ممكن يكونوا هم عارفين هو قد ايه كوماندر اوف ذا كينجز جارد فاشل وودى واحد فيهم في داهيه، فالناس الجديده دي مش مدياله اعتبار؟ ولا هم مش عارفين ده مين؟ معرفش. بس اللي باين ان هو ما اختارهمش ومش عاجبه الاختيارات خالص. وهو عنده حق بصراحه، شويه عيال غريبه جدا يعني. عمري ما شفت كينجز جارد هبل كده، بس يعني هنعرف هبل ازاي قدام. بيشوفوه نازل وبيقف كده اللي هو الراجل بيقوم يعني بالراحه قوي، مش اللي هو تمام يا فندم ويقوم، لا ده اللي هو يا عم كريستن كوت ماشي اهلا يا عم الكوماندر. فهو مش عارف دول مين. بيخش الكونسل بيلاقي واحد تالت واقف جوه باصص له كده: انت مين يا عم؟ انت كينجز جارد حضرتك حبيبي. داخل على الكونسل. الكونسل بقى الجرين كونسل فيه عبث، مفيش اوتو هاي تاور، ففي عبث، كله بيتخانق مع كله، اي حد عنده افكار بيقولها، حاجه يعني ايه قمه عدم النظام، وباين جدا الموضوع ده. بيقعد المعلم كريستن كول اللورد كوماندر وهاند اوف ذا كينج وحاجات كتير كده، بيقعد وبيقول لهم: يا جماعه مين الناس دي؟ الملك بيقول له: انت مش انت متموت لنا العيال، جبنا ناس غيرهم انا نقيتهم. وهو مش مبسوط بالموضوع ده، بس ما يقدرش يفتح بقه طبعا. والناس بتبتدي تهاجمه شويه على اللي هو عمله مع اريك، فبيبتدي يشرح ان اريك ده راح في مهمه مش عارف ايه، وده كان هيبقى بطل بس هو للاسف ما عملش المهمه بتاعته.
أليسنت بتتريق عليه وبتقول له انت جبت لنا الحرب لحد باب البيت. بعد كده بنشوف ايموند قاعد الناحيه التانية بالظبط من ايجون، وده مكان دايما انا بحسه يعني استراتيجي، يعني اللي هو في راسين للقعده، ايموند وايجون. فايموند بيقول على الحرب اللي حصلت بين البراكنز والبلاكوودز، بيقول ان البراكنز هاجموا البلاكوودز علشان البلاكوودز مع رانيرا والبراكنز مع ايجون من نفسهم، ودي كده تبتدي الحرب. وحد بيقول ان سامويل بلاكوود از ديد، ان سامويل بلاكوود اللورد بتاع ريفن تري هول مات. ما شفناهوش ده في السين اللي في الاول، بس ده اللورد يعني بتاع ريفن تري هول. تايلاند لانستر بيقول ناس كتير ماتت من ناحيتين، احنا ما نقدرش نسمي ان ده انتصار لكينج ايجون. يخش المعلم ايرون وود لا سوري ايرون رود يخش المعلم ايرون رود يقول لك لا الاتنين مات منهم كتير وبيموت منهم كتير، ودي حاجه بتحصل دايما، دي اصلا مش حرب. فايجون بيتعصب عليه بيقول له لا دي بقى حرب. هو ايجون نفسه تولع، يعني هو نفسه تولع، عايز يروح بالتنانين ويهجم، ودايما اللي كان بيهديه كان اوتو. فاوتو مش موجود دلوقتي، فزي ما قلت لكم في ايه، في فوضى. فيحط الخنجر كده اللي عليه الرساله اللي لازم توصل يا عم انت لناس كتير، قاعد بيلعب بالخنجر بطريقه غريبه جدا، بالراحه على الخنجر ده اللي فيه رساله المسلسل يعني والكتب وكل حاجه. فايجون بيقول لا دي حرب، وهم كمان في دراجون ستون عارفين ان دي حرب، فلو احنا هنقول لا دي مش حرب وهنقعد نتدلع هم هيهجموا علينا، انا عايز اكشن. وراح كل الناس باصين لكريستن كول هاند اوف ذا كينج. ها هنعمل ايه يا ريس؟ لا كريستن كول طبعا ما عندوش حاجه يقولها، فضل قاعد ساكت. فهم ابتدوا كل واحد بقى يقول بقى اللي عنده. انا فصصت لك بقى كل واحد قال ايه. مستر اورويل ابتدى تركيز، قال لك يا جماعه في لورد بتاع الريفرلاندز اسمه جروفر تالي. جروفر تالي ده يا جماعه نبعت له ريفن، هو الحته دي تبعه، نبعت له ريفن ونتكلم معاه. راح المعلم ايرون رد قال لك لا يا عم ده الراجل، ابتدى يتريق عليه بقى ويتريق على ذكورته وحاجات كده، وتقريبا ده بياكد المعلومه اللي احنا قلناها على ايرون رود في الحلقه اللي فاتت. فبيقعد يتريق على جروفر تالي ده عشان هو راجل يعني عيان، بيقول لك يا عم ده مش راجل وبتاع حاجات كده. فايجون بيقول له طيب انت تحب نعمل ايه يا معلم ايرون رود انت؟ ف جاسبر وايلد، بلاش خلاص ايرون رود دي اصلا كلمه رخمه ومش عارف اقولها، وبقول ايرون رود ما علينا. ف جاسبر وايلد بيقول لايجون الخطه بتاعته. اورموند هاي تاور بيجهز الجيش بتاعه، وهناك في اول تاون، الهاي تاورز دول في اول تاون، وهناك برضو في اول تاون عندنا تنين، وعندنا ديرون والتنين بتاعه تساريون. فاليسنت بتيجي عليها الكاميرا هذا مش موافقه خالص على هذه الخطه، بس ما بتتكلمش لسه، مش واخده الشجاعه ان هي تتكلم. فراغ اللي عامله اوتو باين جدا. تايلاند لانستر بيقول لك اخويا جيسون لانستر اللي هو التوأم اللي كان بيحاول يعاكس رانيرا في سيزون 1 ده، عامل جيش كبير وبتاع وهيخشوا الحرب في خلال كام اسبوع يبقوا جاهزين. راح مستر اورول الراجل الحكيم قال لك طب يا جماعه ما في جيش اهو، جيش اهو نستنى الجيوش دي تتجمع ونهجم قبضة رجل واحد. فكرة ذكية جدا. كل الناس قعدت تضحك، يا عم انت علموك الكلام ده في السيتاديل، انت مالك ومال الحروب، خليك انت في الادويه يا صيدلي بتاع حاجات كده. مع اني في رايي هي دي احسن فكره اتقالت من ساعه ما كلهم قعدوا. يعني اي واحد عاقل باشا، احنا عندنا ناس قد ايه، في ناس هنا دول هيتجمعوا جيش واحد كبير نخش الحرب. موضوع يعني بسيط يعني. راح المعلم كريستن كول جات له بقى الشجاعه، جات له الفوقه هاند اوف ذا كينج، لورد كوماندر اوف ذا كينجز جارد. قال لك انا لازم اخد ريفرلاندز، هما ذا كي تو ذا وار، مفتاح الحرب دي ريفرلاندز، ومفتاح ريفرلاندز هارن هول اللي راح عليها دايما الحلقه اللي فاتت. اليسنت بتعجبها الفكره بتاعت اورويل على فكره، وهي سمعته، تقول له ليتس ويت فور سبورت، تعالى نستنى الدعم يجي، الجيوش تيجي. فكريستن كول قال لها سبيد از ماي الاي، السرعه هي حليفي، انا لازم اهجم دلوقتي حالا. هروح الكراون لاندز. الكراون لاندز دي كذا بيت او كذا هاوس ناحيه دراجون ستون، دول اصلا متهيألي تبع رانيرا، انا مش عارف هو بيفكر ازاي. عايز يروح الكراون لاندز يوحدهم كلهم معاه، ويقوم رايح ويست للبراكنز اللي هم اوريدي معاه، يجمع الجيوش المتبقيين من الحرب بتاعت ذا بيرنينج ميل، يجمع الجيوش دي مع بعض ويخش على هارن هول، ياخد هارن هول. دي الخطه بتاعت كريستن كول.
بنشوف ايمند قاعد ماسك كوين وقاعد بيقلب فيه كده بايده ومركز جدا، متحمس جدا. فيا اما هو متحمس عايز يخش يحارب، يا اما هو قاعد بيفكر جدا جدا، عايز يعمل حاجه، بيفكر بيبلان حاجه في دماغه. او الكوين ده ممكن يبقى حاجه ليها علاقه بالناس اللي جم قتلوا جهارس، ممكن يكون ماسكه بيفكروا ان الناس دي كانت موجوده، عشان هو لقى الكوين ده الحاجه الوحيده اللي لقاها في الاوضه بعد ما هربوا الرات كاتشر وبلاد. فقولوا لي تحت في الكومنتس، تفتكروا هو ايمند هنا بيفكر في ايه بالظبط؟ اول ما سمع الخطط بتاعت كريستن كول والحروب وكده كان متحمس جدا. اليسنت بقى طبعا قالت له لا، قالت له انت يعني في شجاعه زياده عن اللزوم و بولدنس، جرأة. فهو بيقول لها مثل كده fortune favors the bold، وده معناه الجريء دايما بيبقى عنده نصيب، زي اللي سبق اكل النبأ كده، حاجات كده يعني. فقالت له اه زي اريك. فراح هو ضحك، يعني ما بصلهاش، ضحك عليها وراح باصص لايجون قال له انت رايك يا ملك. يعني قمه الاستهزاء باليسنت، دي الكوين كونسورت، دي الكوين ريجنت، وما ينفعش ان هو يبقى بيتعامل كده. يعني العلاقه بينهم بان قوي هنا ان هو اصلا ما بيديلهاش احترام يور جريش وبتاع والحاجات بتاعته دي غير اوفيشالي، انما في الحقيقه اما بنخش في الكلام الحقيقي اللي بجد بيتريق عليها وبينفض لها وما بيسمعش هي بتقول ايه وبيبص الناحيه التانيه. ايجون بيقول له روح وخد معاك فيجر وايمند هيجوا معاك. فايمند ايه بيسخن، بيتحمس. كريستن كول بيقول له لا، فيجر لازم يحمي كينجز لاندنج، وده طبعا صح، الناس كلها مش عارفه تروح كينجز لاندنج عشان فيجر موجود ممكن يخلص على اي حد. فايجون بيقول له خلاص انا هروح ومعايا سان فاير دراجون التحفه بتاع ايجون، اللي انا هخش الحرب ومعايا سان فاير. والله حلوه يعني تنسب له. يعني شفنا ملوك تانيين في حروب بيخافوا بيتقهقروا لورا، شوف نقيت الفاظي، بيتقهقروا لورا ويستخبوا. ايجون حاجه تانية عشان الناس اللي بتشبهه بجوفري، بس انا شايف انه لا، هو مش جوفري خالص. كل الناس طبعا بترفض الفكره اللي قالها ايجون بالنظرات او بالكلام، مش كل الناس قالت طبعا ان هي رافضه عشان كلهم متقهقرين، بس ابتدوا ايه يعني بان ان الناس مش موافقه على اللي بيحصل. فايمند قال له لا لا، ما انا ما انصحكش انك تروح، افرض حصل لك حاجه، لو حصل له حاجه ايمند اللي هيبقى ملك. فبيسخنه، بيقول له افرض حصل لك حاجه هنعمل ايه من غيرك يا ايجون يا ملكنا. فايجون سخن اكتر وايه قرر ان هو خلاص هيعمل الموضوع ده. بنطير بعد كده على دراجون ستون ونروح نشوف ميساريا ورينيس. ميساريا قاعده بتتفرج على سي سموك وهو طاير في الهواء، وحاسه كده اللي هو مالك يا سي سموك، عايزه تفهم ايه موضوعه، ليه قاعد بيصوت وبيلف كده. رانيرا بتيجي بتقول لها شكرا جدا انك انقذتي حياتي وقلتي لاريك ان اريك هنا، دي حاجه هي عملتها الحلقه اللي فاتت بس احنا ما شفناهاش. بتشكرها جدا وبتقول لها ايه اللي انت تحبي تطلبيه. ميساريا بتقول لها انا عايزه ابقى معاكي في الكونسل at your court. ميساريا بتطلب ان هي تبقى مع راينيرا، وراينيرا مش فاهمه ليه انت قلتي ان انت عايزه تسيبي واستروس. ميساريا بتقول لها مش كل الناس وحشه، انت شود مي ميرسي، انت وريتيني الرحمه، وبالنسبه لي انا شايفه ان الريلم محكوم بحد من الاتنين، يا ايجون يا انتي. وانا شفت ايجون وشفت الهاي تاورز بيعملوا ايه، فانا افضل ان انا ابقى مع راينيرا. هنا بنعرف ان ميساريا شويه زي فارس جيم اوف ثرونز، في الاخر هي قلبها على الشعب، قلبها على السمول فولك، بتقول لها بالنسبه لهم انت الاوبشن الافضل فانا معاكي. ورينيرا بتقول لها ما تفتكريش ان الرحمه بتاعتي دي ضعف، بتفكرها برضو انا يعني ايه تنينه، انا رينيرا تارجاريان، بس عشان مبدئيا ما تقوليش ان انت طيبه وجميله فانا معاكي. بيبصوا هما الاثنين على سي سموك وهو بيطير في الهواء. رينيرا بتقول لها ان هو ريستلس، يعني مش طايق نفسه، زهقان. هل ممكن يكون لينور بعد زياده لحد ما سي سموك دلوقتي بقى جاهز ان هو يستقبل حد تاني كرايدر؟ ما اعرفش، بس هما الاثنين متضايقين من وضع سي سموك كده، ويا حرام يعني سلاح مهم جدا لازم يستخدم في الحرب دي. هما الاثنين شايفين كده بس ما بيقولوش كده قوي. بنكمل في دراجون ستون. رانيرا بتقعد مع رينا بنت دايمون ولينا. رينا دي اخت بيلا وما عندهاش دراجون، ودايما عندها عقده نقص كده، اشمعنى اختي عندها تنين وانا ما عنديش، هو انا عشان يعني ما عنديش تنين تعملوا فيا كده، الستايل ده. فرانيرا بتطلب منها ان هي تاخد ايجون وفيسارس ولاد رانيرا الصغيرين وجوفري
اتنين دراجونز كمان معاهم، الدراجون بتاع جوفري تيراكسس، والدراجون بتاع ايجون الصغير ستورم كلاود. دول صغيرين قوي وشفناهم في الفاس بتاعتهم. هي بتقول لها خدي التنينين دول والثلاث ولاد وروحي بيهم على ذا فيل اوف ارن. جين ارن اتفقت مع جيسارس ان ماشي هديلك الجيوش وهنقف معاكم، بس انا عايزه دراجون عندي يحميني. فرينيرا هتبعت لها تيراكسس. تيراكسس ده الصغير قوي ما يحميش اي حاجه اصلا. ما انا مش فاهم ازاي ممكن توافق جين ارن بالموضوع ده. بس رينا برضو سالتها، يعني قالت لها طب ما هو تيراكسس وستورم كلاود دول صغيرين قوي. رانيرا قالت لها اعملي اللي انا بقول لك عليه، انا محتاجاكي تروحي هناك. رينا بالنسبه لها ابتدت تفكر هو انا يعني عشان ما عنديش تنين زي اختي، نفس الستايل بتاع هي دي الايه الجملتين بتوعها من الاخر يعني. فرانيرا بتقول لها انا بطلب منك ان انت تبقي ام لولادي عشان انا مش هقدر ابقى ام لولادي. نفس بالظبط ما ام رانيرا قالت لها انت اما تكبري انت لازم تبقي ام، ورانيرا مش عايزه كده. نفس الكلام رانيرا بتعمل مع رينا، ورينا مش عايزه كده. وبلاش ننسى ان رانيرا تبقى مرات ابو رينا، فهي بتقول لها يا مرات ابويا يعني اصلا. بتقول لها بعد كده بعد ما تروحوا ذا فيل حاولي تاخدي ايجون وفيسيرس وتروحي بيهم بنتوس عند راجيو. راجيو ده اللي كانوا عنده دايمون ولينا، ودي الحته اللي المفروض اتولدت فيها رينا. والمفروض ان هي تبقى يعني انا كنت متوقع ان هي تبقى متحمسه لحاجه زي كده، بس هي راحت قايله هي دي الحته اللي ماتت فيها مامتي. فهي عندها شجن من المكان ده وما بتحبش بنتوس قوي. برضو بتفكر تفكير طفولي شويه زيها زي جيسارس كده، تفكير برضو محدود. بنطير بعد كده على ظهر تيراكسس وكأننا دايما ترجري. احلى سين في الحلقة طبعا كأنك سايق تراكسس وشايف الزلومة اللي هي رقبته وبيصفر في الجو ورايح على هارن هول. ولو كنت جامد وشفت بقى الحلقة اللي انا لسه عاملها ومنزلها بتاعة ايجونز كونكويست، في الحلقة دي اتكلمنا على ازاي هارن هول وصلت للمنظر اللي احنا شفناه في الحلقة دي. تور تحفة شفناها في هارن هول، شفنا هارن هول من فوق ومن الجنب ومن تحت ومن جوه. انبسطت جدا بالسين دي. بنلاقي دايما معاه السيف بتاعه دارك سيستر اللي هو كان السيف بتاع فيسانيا تارجاريان، اتكلمنا عليها برضو في خلاص. فهو ومعاه دارك سيستر ولابس الهلمت بتاعته. لو تلاحظ من هنا في تنين شكلها عالمي، الارمر بتاعه كله شكله حلو جدا، وداخل يحارب. هو نازل بيدور على حد يحاربه، مش لاقي اي كلب في القلعه. مطره جوه وبره عشان القلعه مخرمه اصلا، السقف ده واقع كله او محروق من باليريان ذا بلاك دريد. ماشي بالسيف بتاعه جاهز للقتال. مفيش حد، مطره مطره جوه، مفيش اي حاجه بتحصل لحد ما حرام لقى جارد كده واحد واقف كده بيقول له اقف مكانك، راح ماسكه دب مديله انا مستنيك بقالي كتير يعني انا داخل بدور على حد. لقى الراجل قدامه راح مخلص عليه على طول. ما خلصش عليه يعني، اداله واحده في وشه خفيفه كده من بتوع الترجري. هارن هول مرعبه والمزيكا مرعبه، تحس جيم اوف ثرونز دخلت كانها خلاص فيلم رعب. هارن هول موحشه ومرعبه وفيها كيرس، وتاريخها كله كل الناس اللي مسكوا هارن هول دول ماتوا موتة شنيعة. بيخش يلاقي ناس قاعدة بتتعشى، أول ما بيشوفوا دايمون تارجاريان كله بيطلع يجري، وبما فيهم اللورد سايمون سترونج بيقوم ويروح له ويقوم ايه قايل له بس يعني هو دايما بيخش يقول انا اي كليم ذيس كاسل، فبيقول له حبيبي احلى مفتاح، احنا مع رينيرا ومعاك ومع تنينك وما عندناش اي مشكله. فهو يعني دايما كان عايز يخش خناقه، مفيش بقى، الراجل مش مديله فرصه. الراجل لطيف جدا يا جماعه، ممثل لذيذ، عامل برضو في فيلم ذا اوتفيت، فيلم حلو قوي وكان عامل فيه دور لذيذ. فبنشوف المعلم سايمون سترونج ده بيركع ويخلص الموضوع ويعزمه على العشاء ويقول له احنا عندنا بقى ذبحين بقى ذبيحه وفي بقى نظام بسله وكده وتعالى كل معانا. دايما جاي يحارب يا عم بسله ايه ما تكلمنيش انا حاضر وبتاع. فبيقعدوا وبنشوف أليس ريفرز. أليس ريفرز دي شخصية حلوة جدا، ممكن لو هما يعني استخدموها صح في التمثيلية تبقى مسلية جدا جدا، فركزوا معاها. أليس ريفرز دي واحدة باسترد، هي اللي طلعت بصت له بصة غريبة كده عند سايمون، وبعد كده برضو طلعت له عند الويرwood تري. فالمعلم بيقول له تعالى اتفضل كل بسله، فبيقعد ديبن حاضر يا عم قال له انا مش هاكل يا عم بسله قال له ليه؟ كل بتاع له يا عم انا مش هبقى تنين وبحارب وبتاع في الاخر اموت من سم في البسله يعني. فراح سايمون قال له لا احنا ما بنسممش البسله، الراجل بتاعنا بيعمل بتاع. ف بيغلط كده في الكلام يقول له ايه ماي برنس، ف دايما بيقول له يور جريس، بيصلحه بيقول له انا تقول لي يور جريس
سايمون بيقول له لا، انا اسف ومش عارف ايه، انا كنت فاكر ان انت كونسورت، ولسه هيكمل كلامه. فراح دايما قال له لا ما تفكرش. فقال له حاضر يور جريس، وقال له بطريقه مسخره اللي هو عشان خاطرك يا عم خد واحده يور جريس. بس الحقيقه ان هو مش يور جريس، هو مش الملك، هو جوز الملكه. فسايمون الراجل ده صح المفروض ان هو يقول له يا برنس، بس يعني ما علينا. دايما بقى والايجو بتاعه في الراجل طبعا كان ذكي. سايمون ده قال لك باشا احلى يور جريس عليك. دايما بيقول له طب انت قاعد تقول لي انا الولاء والطاعه لراينيرا وليك، طب وبالنسبه للورد بتاعك لارس، ان لارس كلاب فوت هو لورد اوف هارن هول. فسايمون بيقول له ولا لورد ولا نعرفه ولا بنحبه يا باشا، والراجل ده اصلا هو اللي قتل لايونيل وهاروين. لايونيل ده يبقى النفيو بتاع سايمون، يعني سايمون يبقى عم لايونيل اللي هو كان ماستر اوف لوز في الكونسل بتاع كينج فيسيريس. فبيقول له لارس ده احنا لو جه احنا اللي هنخلص عليه يا باشا، يعني ولا يهمك احنا معاك. فقال له دايما طيب سيبك من لارس، جروفر تالي الراجل اللي ماسك الريفرلاندز كلها اللي كانوا بيتكلموا عليه في الجرين كونسل، اللي ايرون رود قال عليه مش راجل، دايما قال له ابعت لي جروفر تالي ده هاته علشان يفهم ان دي خلاص مع البلاكس. قال له يا عم جروفر تالي اصلا متبهدل وعيان ومش شايف قدامه وما بيتكلمش وبيخش بيعمل على روحه كارثه. ما علينا مش هدخلكم في تفاصيل يعني. فسايمون بيقول له يا عم انت جاي هنا عايز ايه؟ بيقول له دايما انت طب اوامرك يعني اشمعنى جاي الخرابه اللي احنا قاعدين فيها دي؟ دايما بيقول له هارن هول اكبر قلعه موجوده واهم واحده. فسايمون بيقول له بس يا عم جد جد جدك خلص على ام القلعه دي وحرقها، باليريان ذا بلاك دريد متدشمل هارن هول. فايجون بيقول له ما فيهاش حاجه نصلحها. فسايمون بيقول له نصلحها ما عندناش الفلوس ولا الناس. فابتدى دايما يزهق منه. فراح قايل له ايه اللي حصل بلاكوودز والبراكنز. فسايمون بيقول له ده بينهم الحرب اللي حصلت بينهم دي ليه يعني. فسايمون بيقول له ان بينهم بيف من زمان، عندهم خناقات كتير قوي من زمان. بيسأله دايما ايه المشكله اللي بينهم. فبيقول له زي ما قلنا بقى نيجي نتكلم على الدوريه تاني. بيقول له مين فاكر حد عمل حاجه في حد فراح واحد تاني عمل حاجه في التاني، واحد قتل واحد فواحد قتل واحد. سن بجت سن بجت سن، يعني الخطيئه بتولد خطيئه بتولد خطيئه. فدايما بيقول له يا عم هات لي خلاص هات لي جروفر تالي، كده كده عيان مش عيان على روحه مش على روحه هاته وماليش دعوه. فسايمون بيقول له طب هو انت لو كسبت الحرب، وبعد كده بيلم نفسه بيقول له لا هو انت لما تكسب الحرب ناوي تعمل ايه؟ قال له هنروح ناخد كينجز لاندنج. قال له كينجز لاندنج؟ قال له اه ايرون ثرون، فاكر الكرسي اللي فيه سيوف ده؟ دايما ابتدى يتجنن ابتدى يتعصب منه. فاللي هو ايه، عرفنا ان دايما هدفه ان هو من هارن هول يطلع، يعني بعد ما يخلص على الريفر لاندز يتحرك على كينجز لاندنج. نرجع على كينجز لاندنج. كريستن كول بينفذ الخطه بتاعته، خلاص لبس بتاع سلسله الايدين بتاعته، لبس الارمر مع حصانه طالع والجيش جاهز والسكواير بتاعه بيقول له كل حاجه جاهزه. لا اليسنت بتقول له اخويا بس جوين خده معاك. يا اخي اخده معايا في احنا خده معاك الحرب؟ لا لا ده هيعجبك. لا احنا والله الدنيا زحمه عندنا. قالت له لا ما فيهاش حاجه خده برضه. اللي هو ماشي راح جاي جوين ده قال لكريستن كولن انا جاي بقالي ايام واسابيع في الطريق عشان اجي الاقي ابويا ما بقاش كينجز هاند، ما هو ده ابن اوتو اخو اليسنت، ما بقاش كينجز هاند وانت اللي بقيت كينجز هاند، وانت اصلا جاي من باك جراوند يعني بيئه، يقول له انت اصلا مش عارف ايه حاجات كده، بيلمح عليه بيخبط فيه تخبيط خفيف. بيقول له ده انت حظك حلو قوي، ده اكيد ربنا بيحبك ان انت من واحد اصلا دورنش تعبان ولا من عيله ولا من اصول ولا من اي حاجه بقيت هاند اوف ذا كينج ولورد كوماندر اوف ذا كينجز جارد، اكيد بتعمل حاجه صح. فبيخبط فيه بيلم نفسه. كريستيان كول ما بيردش، ما دخل ملكه خلاص، بيلم الدنيا، ما عملش زي ما عمل مع جوفري في سيزون 1 مثلا. بتدعي له السنت وانا حاسس ان هي نعصر على نفسها ليمونه، مش حاسسها بتدعي له من قلبها قوي، يا رب ما تموتش حاجه كده يعني. وبيتحركوا الجيش والكاميرا بتطلع كده، بنشوف ان لسه الرات كاتشرز مشنوقين. الله يخرب بيوتكم نزلوا الجثث اللي متعلقه دي. نرجع تاني لدراجون ستون. البلاك كونسل، احنا قلنا ان الجرين كونسل مهزله، البلاك كونسل مهزله اكبر منه. رينيس راجعه من التنين بتاعها بتقول عملت سكاوتنج مفيش ولا ناس ولا مراكب ولا تنانين، مفيش اي حاجه، مفيش اي هجوم بيحصل من الهاي تاورز والجرين كونسل.
الفريد بروم الراجل اللي لابس اسود في اسود ده اللي كل شويه بيتهور، قال احنا لازم نهجم بكل الدراجونز بتاعتنا. بروم ده بس عشان موضوع الدراجونز اللي ناقحين عليه اقول لكم معلومه سريعه. الفريد بروم ده الهاوس بتاعه الكاسل بتاعتهم، الكاسل بتاعت البروم ميجور ذا كرول حرقها كلها. فالفريد ذا بروم ده عارف قوة الدراجونز جدا وشايل منها جدا وعايز يطلع غله في الناس، يعني كل شوية طلع التنين يا ابني اقعد. بنشوف رينيس ورينيرا بيبصوا لبعض، بحس ان رينيرا دايما بتبص لرينيس عشان من نظرتها تفهم المفروض تتصرف ازاي، او علشان تعرف من نظرتها التصرف اللي عملته ده كان حلو ولا لا. فهي دايما بتاخد بنصيحه رينيس من غير ما تطلبها، فهي بتبص لرينيس، رينيس بتاكد لها ان الفريد ده حلوف واحنا مش المفروض ان احنا نبقى مركزين معاه. فرينيرا بترفض الموضوع ده. بنشوف جيسارس ابنها نفسه يحارب برضه، عامل زي العيال التانيين اللي في كينجز لاندنج، متضايق قوي ان هي رفضت الاوفر الهايل بتاع الفريد بلوم. رانيرا بتقول له لا انا عايزه اخوف الناس بالدراجونز بس مش عايزه احرقهم. فلما هي بتقول انا عايزه الدراجونز تبقى بتخوف الناس بس ومش عايزه احرقهم، الفريد بلوم ضحك ستات والله العظيم بيعمل كده. لا رينيس بصال، هو باصص لما نفسه وسكت. هنا بقى بنبتدي نشوف حد تاني في الكونسل ابتدى برضو ايه يتطاول بشكل ما، وده واحد جديد انا متهيألي اول مره نشوفه، لورد جورمان ماسي. لورد جورمان ماسي ده لما رينيرا قالت يا جماعه احنا لازم نهدى ولازم نستنى الجيوش، وسالوها دايما فين، قالت لهم لسه مفيش رد بس دايما بيجمع الجيوش بتاعته هياخد الريفرلاندز. رانيرا بتقول نهدى ونجمع جيوشنا زي كده ما مستر اورول وزي ما كده ما اليسنت كانوا عايزين في الجرين كونسل. هي بتقول نهدى ونجمع قوتنا، جيش من ذا فيل، جيش من ذا نورث وينترفيل اللي وعدها كراجن ستارك بيه، وجيش اللي هيجي مع دايمون. فدي عندها جيوش كتير لسه مش موجوده دلوقتي، فاحنا دلوقتي ما ينفعش ان احنا نخش نحارب، لازم دلوقتي نبقى اذكياء. فراح لورد جورمان ماسي اللي كنت لسه بقول لكم عليه ده قال لها انت يو ار اكسبوزد، احنا كده ما عندناش ناس والناس كلها اصلا مش حباكي والبيوت اللي معانا قليله وما عندناش جيش قاعد، وانت لو مش هتستخدمي التنانين فاحنا كده بنتبهدل. يقوم سالتجار بقى ايه، مش سالتجار كالتجار، بتلخبط فيها هي اصلا انا كنت بقرا الكتاب على طول بقولها سالتجار بس هم كلهم بيقولوا كالتجار فهي خلاص هي كالتجار. كالتجار بيقول لها اوبشن برضو، ما تستخبي، ايه رايك تستخبي وخبي عيالك خبي تنانينك واحنا ايه هنعمل ديفليكشن، قال يعني احنا اللي هنحارب واحنا. فبتقول له انت يعني عايز تدير الحرب مكاني؟ فهو بيقول لها احنا يعني بنفكر ان دي تبقى الخطه، يعني بتقول له دي مش خطه دي خيانه. انا بحس ان قبل الكونسل ده ما يتعمل الفريد بروم وكالتجار وجورمند ماسي دول بيقعدوا مع بعض وبيتفقوا هم عايزين يعملوا ايه عشان يخشوا الكونسل يحاولوا يقنعوا رانيرا. ورانيرا ورينيس طبعا مش هبل وايه بيصدقوا اي حاجه. فانا حاسس ان في انقسام كبير جدا موجود في الكونسل ده. رانيرا بتقول له دي خيانه، وبتقول له كويس ان انت ما كملتش كلامك علشان ما تبقاش فعلا خيانه وتتحاكم عليها، وسابتهم ومشيت. ورينيس قالت لهم حاجه سهله جدا، قالت لهم انتوا شايفين التاج اللي هي لابساه ده التاج بتاع جيهارس ذا كونسيليتر جدها. بس جيهارس ذا كونسيليتر ده قعد ملك اكتر من ايجون ذا كونكرر، وايجون ذا كونكرر ده اصلا علم على كل البيوت بقى اللي الناس دي جايه منها وده اللي مرعب بتاعهم. فهي بتقول لهم ما تنسوش انتوا بتتكلموا مع مين، انتوا ازاي مستقلين بيها قوي كده. يعني هي بقى ما قالتش كل الكلام ده بس هي قالت لهم افتكروا دي مين، بنت مين، التاج ده بتاع مين، بس ده اللي هي قصدها تقول. وبعد كده بتروح رينيس وبتاخد شويه سندوتشات للمعلم كورلس وجوزها وبيقعدوا حاجه رومانسيه جميله، الكابل الوحيد الجميل اللي في الام التمثيليه دي كلها، ناس هيلثي يعني كابل لطيف جدا. بتقعد ياكلها في بقها وتدي له، يقول لها ايه ده العيش سخن، تقول له لسه عاملاه لك، حاجات كده. فهي بتتكلم معاه وبتحكي له على ان هي لسه مودعه رينا، وهو بيقول لها انا ما بحسدش رينا على اللي هي فيه بصراحه، انا يعني كنت هتشلى لو انا اللي طالع مع عيال احميهم وفي وقت الحرب ده مش داخل الحرب. فهي بتقول له خلي بالك ان العيال دي في منهم الاير بتاعك وريثك في دريفت مارك اللي هو جوفري. فهو بيقول لها برضه مازال بالنسبه لي حاجه ممله جدا. فراحت هي قالت له طب هو انت ليه جوفري هو يور اير، افرض انت داخل الحرب دلوقتي، افرض حصل لك حاجه، ما تخلي رينا هي الاير. فراح هو ضحك قال لها رينا تبقى الاير ازاي وبتاع، لا جوفري. فهي بتقول له لا انت دلوقتي ده الصح، رينا المفروض ان هي تبقى يور اير علشان هي اللي عندها العقل والمخ والقوه وجاهزه دلوقتي ان هي تعمل كده وما عندهاش دراجون. فرينيس دايما قلبها على البنت يعني. فبتقول له يعني لو انت طلعت وحصل لك حاجه لا قدر الله امن الدنيا. فهو بيقول لها طب انت حظك حلو ان انا بقى جامد قوي وما بيحصليش حاجه.
وبتاع، وايه ما عملش حاجه في الموضوع ده، انا غير الموضوع وموت القصه دي. وهي اتضايقت جدا ان هي بجد خايفه عليه وخايفه على دريفت مارك. رينا بتستعد للرحيل، ومعاها جوفري ومعاها ايجون ومعاها فيسارس ولاد راينيرا، معاها اتنين دراجونز صغيرين اللي هم تساريون وستورم كلاود. وبتتكلم مع اختها بيلا، بتقول لها وانا يعني عشان ما عنديش تنين انا هيبعتوني؟ فبيلا بتقول لها يا حاجه خلاص بقى ما قرفتينا، هي بتثق فيكي ودي مدياكي مسؤوليه كبيره جدا. قالت لها مسؤوليه كبيره ازاي؟ قالت لها تعالي شوفي. راحوا مورينها 4 بيضات تنانين مهمين جدا يا جماعه، دول رايحين مع رينا. فرينا ابتدت تاخد بالها ان لا، هي راينيرا مش بتوزعها، هي راينيرا محتاجاها جدا، مديها اغلى حاجات عندها ومستقبل البلاك تيم في الحرب. هو الايرز بتوعه والدراجونز بتوعه الصغيرين والاجز حتى بتوع الدراجونز. فبتبتدي الرحله الى ذا فيل. اليسنت، بنرجع على كينجز لاندنج تاني. اليسنت بتروح لهيلينا بتحاول تطمن عليها. هيلينا بتقول لها انا مش متضايقه، انا مش من حقي ان اكون متضايقه، في ناس تانية متضايقه اكتر مني. فاليسنت بتقول لها لا انت لازم تتضايقي، اللي حصل لك ده لازم يضايق. هي بتقول لها السمول فولك بيحصل لهم حاجات اوحش من كده بكتير، حاسه بالشعب هي هيلينا شويه الفتره دي، وبتحاول ان هي تبقى ان دينايل. انا في رايي يعني تحاول تكذب على نفسها ان هي تمام. فلما اليسنت بتحاول تواجهها وتقرب لها، هيلينا قرت افكار وقلب اليسنت، قالت لها I forgive you. فاليسنت ما اعتذرتش، بس هي اليسنت هنا ليه؟ اليسنت هنا علشان هي وقت ما بنتها حصل معاها كده، اليسنت كانت هي وكريستين كول بيلعبوا استغمايه زي ما احنا عارفين، وده حاسه بالذنب. فهيلينا قرت كل الكلام ده من غير ما اليسنت تقوله، وقالت لها I forgive you. الملك واقف في البروفا بيقيس الارمر بتاعه ده يا جماعه بتاع ايجون ذا كونكر. انا صعبان عليا قوي ان الارمر ده موجود مع الراجل اللي اسمه ايجون ده، ومعاه الاربعه الكينجز جارد الجداد اللي احنا اتكلمنا عليهم، اللي هم مين بقى؟ ريكارد ثورن من نفس البيت بتاع أليستر ثورن بتاع النايتس واتش اللي كان بيعذب جون سنو اللي كان بيدربهم، فاكرينه؟ مارتن رين ده هاوس رين اللي اختفى بعد كده، وعشان كده عملوا له اغنيه رينز اوف كاستمير، ده اللي اللانسترز خلصوا عليهم ما بقاش فيه رينز انيمور، ده كان ساعتها قبليها. فمارتن رين كان واحد من الكينجز جارد، كلهم سير انا مش هقعد اقول بقى مع حفظ الالقاب يا كينجز جارد. في ليون استرمونت والراجل الاسمراني ادارد واترز. فالمعلم ايجون ذا سكند ترجاريان قاعد بيقيس الارمر بتاع جده اللي هو ايجون ذا كونكرر، كله من الفاليريان ستيل، بيقولوا اغلى من القلاع، يعني ممكن ده يبقى اغلى من قلعه. انتوا متخيلين قد ايه حاجه فاليوبل؟ وبيفتح الباب وبيخش بهدوء جدا لارس كلاب فوت. بيقابله ادوارد واترز، بيقول له رايح فين يا معلم؟ فبيقول له انا رايح الملك بتاعك ده بس عشان ما يموتش، محتاج الحقه عشان هو رايح يحارب، وانتوا مفيش اي كلب فيكم بيقولوا له اقعد، كله عايزه يروح. لارس دلوقتي رايح عايز يخلي الملك ما يحاربش. تعالوا نشوف لارس بيلعبها ازاي. اولا انا متهيألي اليسنت هي اللي بعت لارس، مش قاري حاجه يعني، ما عنديش دلائل يعني، مش فاكر طبعا دي في الكتاب ايه، مش موجوده في الكتاب اصلا السين دي. بس لارس راح لايجون ولعب عليه لعبه حلوه قوي، قال له الناس في الشارع بتقول حاجتين، عايز الحلو ولا الوحش؟ ابتدى له كده، قال له الناس في الشارع بتقول حاجتين، اول حاجه ان حضرتك قوي جدا وشجاع جدا ورايح تحارب مع الجيش بتاعك، فدي حاجه الناس بتحبها. وفي ناس تانية بتقول ان الكونسل بتاعك اجبرك واشتغلوك ان انت تروح عشان يخلصوا عليك، وفي الوقت ده تبقى اليسنت هي اللي بتحكم ومعاها ايمند الاير تو ذا ثرون اخو ايجون. فايجون قال له مين الناس اللي بتقول كده؟ قرعن واهوج برضو، اللي هو مين؟ هقتلهم كلهم، الرات كاتشرز هشنقهم كلهم. فلارس قال له مش مهم مين اللي بيقول، المهم ان ده الكلام اللي موجود. قال له طب احنا هنعمل ايه يعني، ده بنتصرف فيها ازاي؟ قال له الرومرز دي بتبقى زي الحشائش دي بتقعد تكبر مع نفسها الا لو انت قصقصتها. قال له طب ما تقصقص. قال له من عينيا الاتنين يا فندم نقصقص. وراح ماشي لارس، فراح قايل له يا لارس اؤمر يا باشا. قال له انت ابويا ملك فيسيرس ما كانش عنده ماستر اوف ويسبرز، انا محتاج ماستر اوف ويسبرز زيك. وبقى لارس
هو الماستر اوف ويسبررز بتاع ايجون اوفيشلي يعني، وميساريا هي نفس الحاجه بالنسبه لراينيرا، لسه مش اوفيشلي. بس ده الاثنين دورهم بالظبط كده، عاملين زي فارس بتاع جيم اوف ثرونز. بيرجع ايجون للكينجز جارد بتوعه، بيقولوا له ان هم عندهم واحد سكواير جديد عمره ما شاف بنات في حياته، فعايزين ياخدوه يفسحوه يدلعوه. فهو قال لهم طبعا تمام، بس انتوا طبعا انتوا حالفين قسم، حلفتوا قسم، فانتوا مش هتعملوا اي حاجه. فراحوا هم قسم صحيح، عندك حق، ايوه القسم، فاكر القسم اللي حلفناه؟ قاعدين يضحكوا كده، فهو راح بس لهم كده، سكتوا كلهم. اه طبعا يا فندم القسم، لا مش هنعمل حاجه احنا مع الستات، هو الولد بس. بنروح بقى على من اكتر الحتت المسليه في الشو، فلي بوتوم. فلي بوتوم دي الحته اللي بيبقى فيها الشعب بقى، والسوق والحاجات والكافيهات والكابريهات والحاجات دي كلها. الحته اللي دايما وراينيرا راحوها في سيزون 1 وهم لابسين جرابيع. بنشوف أولف ذا وايت وهو بيتمشى، واحد الكومنر اللي شفناه في سيزون 1 اللي كان بيبص على الرات كاتشرز، وهو اللي احنا عرفنا عن طريقه اللي حصل للرات كاتشرز. أولف ده بنشوفه قاعد بيتمشى، وحبيب الشعب كله وحبيب الناس كلها والبارات وبتاع، الناس دي كلها عارفاه، واضح ان هو يعني ايه مولع الدنيا في المنطقه، واضح ان مفيش مبادئ خالص. فأولف ده دخل قعد على ترابيزه مع شويه ناس، منهم واحد من دورن شكله ابن ناس. فابتدى ألف يتنطط ويقول لهم اه والله العظيم انا قرايبي دول عاملين مشاكل. قرايبك مين؟ يعني خلاص، بس جدي لو كان عايش. يا عم جدك مين؟ قال له ده كونسيليتر. قال له ده كونسيليتر ده كينج جهارس. قال له هش بس تقولش قدام الناس. قال له انت ترجريان؟ قال له اه انا ترجريان وبتاع، انا اخو فيسيريس وديمن الباسترد، انا ابن بيلون ذا بريف. بيلون ذا بريف ده ابو ديمن وفيسيريس. وبيقول ان there is one true queen وهي راينيرا. ولسه بيقول كده، وبقى اللي هو ايه، بيقول انا ترجريان مع البلاكس. بيقوم داخل فاتح الباب، فاتح وداخل ايجون الملك ومعاه شويه الحوش بتوعه الكينجز جارد الجداد دول، وجايبين الواد الصغير اللي هو ده ايه يفسحوه استغمايات بقى. عندهم بقى ايه، في اوبن بوفيه استغمايه في المكان اللي هم راحوه ده. فدخلوا، قعد قال له اه استنى، قال للناس كلها طبعا ايه مشروباتكم على الملك ودلعوا نفسكم يا جماعه. الناس قعدت تحتفل. أولف ده طبعا بقى قطه في ثانيه، كان قبل انا ترجاريان وبتاع، اول ما لقى ايجون دخل عمل نفسه ايه بلاك وود، ما ماليش دعوه. فدخلوا الاوبن بار ده، ابتدى ايه يشوف اول طبق فيه ايه معانا هنا، تاني طبق فيه ايه معانا هنا، في سين كده غريبه جدا، لحد ما فتح على سيلفي اللي هي العاهره اللي معروفه معانا في السيريز دي، وفي حضنها نايم زي الطفل الرضيع برنس ايمن تارجاريان. ايمن بالنسبه له دي اكتر حاجه هو مش عايزها في حياته، ان هو دي حياته الشخصيه جدا. وهو بيروح هناك، قال يعني انا الوحش اللي بروح اقطع الستات كلها، وبيروح ينام في حضن سيلفي دي ويقول لها احكي لي حدوته وبتاع، وانت ماما وانت حاجات كده. فهو ايجون شافه في المنظر ده، قعد يتريق عليه وقعد يضحك. طبعا الكينجز جارد لو تاخد بالك كلهم ما فيش واحد ابتسم، كله عمل يوناني ساكتين خالص. ايجون هو اللي قاعد بقى يتريق عليه ويقول له طب ما تغير، مش دي اللي انت ابتديت معاها، مش دي اول استغمايه، انت ليه مكمل كل ده؟ طب ما تغير ويتريق. فايمن متضايق جدا ومدور وشه وما بيتكلمش وما بيحاولش يعمل اي عنف، عارف ان ده الملك متحكم في اعصابه. يا سلام لو كان يتحكم في تنينه كانت الدنيا بقت احسن بكتير. فبيقعد يتريق عليه ايجون ويقول له ايمن ذا فيرس ومش ايمن ذا فيرس. وبعد كده بيقول لهم خلاص يا جماعه يلا نروح حته تانية، سيلفي مشغوله. فبيقوم يقوم قايل له سيلفي دي عاهره، دي اي حد ممكن اللي عايز يعمل اي حاجه، انا ماليش دعوه. وايمن بيقوم ايه اللي هو انا مش مهتم، وانا دي مش حاجه مهمه بالنسبه لي، وانا مش عارف ايه، ودي مش ماما، قايم مملط كده وقايم وماشي، وباين على وشه غضب فظيع. انا متاكد ان هو مش هيعدي الموضوع ده بالساهل. الواد السكواير ده اللي داخل يلعب ده، ولا حد من الكينجز جارد، في حد هيتلاش. بنروح في مكان اعتقد ان هو قريب من الريفرلاندز، وفي نفس الوقت قريب من دراجون ستون، فهو هيبقى في الشرق. كريستن كول وجوين هاي تاور والجيش اللي معاهم متجهين للكراون لاندز. جوين هاي تاور خد شويه ناس معاه وقال لك ايه خلاص هنقابلك احنا يا عم كريستن كول، احنا عندنا مشوار. كريستن كول قال له ايه مشوار ايه؟ قال له في هنا خماره هنروح نقعد فيها وندلع الدنيا وبتاع، وبكره ان شاء الله نقابلك. قال له لا احنا لازم نروح دلوقتي ان ذا نيم اوف ذا كينج، نحارب ونضرب الضربه الاولى بتاعتنا. جوين هاي تاور حب يفكره يعني، قال له انا خال الملك، فابن اختي مش هيتضايق لما يعرف ان انا قضيت ليله سعيده. وهم لسه قاعدين بيتكلموا كده نائر ونقير، كريستن كول بيبص في السماء، بيشوف
التنين صغير قوي 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 فوق خالص خالص خالص. فبيقوم قايل له احنا مكشوفين، وبيطلعوا يفلقوا يجروا، وبنشوف بيلا على مون دانسر تنين تحفه، وبناخد لفه بقى على مون دانسر زي بتاع تراكسس، مش زي بتاع تراكسس، تراكسس احلى ولا مون دانسر احلى؟ انتوا قولوا لي في الكومنتس انهي لفه عجبتكم اكتر. بناخد لفه مع مون دانسر، وبينزل بسرعه جدا على كريستن كول وجوين هاي تاور وشويه العساكر اللي معاهم، وهي ما عندهاش اوامر ان هي تقرب، الاوامر بتاعتها ان هي تبقى فوق وبتبص من فوق بس. انما هي كسرت شويه الاوامر دي ونزلت وهجمت عليهم وطلعوا يجروا منها ودخلوا الغابه بسرعه، وراحت هي طالعه لفوق. رجعت بسرعه على دراجون ستون. يا جماعه كريستن كول قرب، عرفتي منين؟ انت اكيد فوق قوي. قالت لها رانيرا بتقول لها انت فوق قوي ازاي شفتي؟ قالت لها ما كنتش فوق قوي بصراحه، يعني انا بس ما انت قلت لي ما حاربش فانا ما حاربتش. كل الناس عايزه حرب، كل الناس في الكونسل بتاع رانيرا شايفين ان ده الوقت اللي لازم نهجم فيه، وبيطلبوا من رانيرا ان هي تدي الجرين لايت. رانيرا بتقول لهم سيبوني افكر، وبتبص لرينيس، رينيس بتبص لها بصة فخر. نرجع لهارن هول. هارن هول المكان المرعب بتاع جيم اوف ثرونز كلها. بنلاقي دايما في اوضته ومعاه دارك سيستر السيف بتاع فيسانيا، وفي سيف تاني قافل بيه الباب وحد بيحاول يفتح الباب، فدايما بيطلع دارك سيستر، بيشيل السيف التاني، بيفتح الباب ما بيلاقيش اي حاجه، بيمشي يخش يلاقي راينيرا وهي صغيره بتخيط رقبه برنس جيهيرس. فانا على طول هنا قلت ده بيحلم، ده حلم، ده ضميره مأنبه. هو تسبب في موت جيهيرس، وتسبب في اذى كتير كبير جدا لراينيرا عشان هو سايبها، وعلشان هو قتل جيهيرس فهو اذى راينيرا برضو، فضميره مأنبه فبيقابله كوابيس. ده الطريقه اللي انا شفت بيها السين دي. بس بعد كده اكتشفنا ان هو عند الوير والتري، ودي كانت فيجن هو بيشوفها. هل هو عنده باورز زي بران من الوير والتريز؟ انا مش عارف وعايز اعرف جدا. بعد كده بيلف، بنلاقي أليس ريفرز بتقول له انت هتموت هنا. حاجة يعني قمة الرعب. بالليل لوحده عند الشجرة لقى واحدة داخلة عليه لابسة اسود في اسود وبتقول له انت هتموت هنا. بنرجع لراينيرا وميساريا، هما الاتنين في دراجون ستون. ولو تاخد بالك راينيرا عايزة تتكلم مع ميساريا، بتمشي الشغالة، خلاص مش واثقة في حد، الشغالة اللي هي إليندا. فراينيرا بتطلب من ميساريا ان هي توصل لأليسنت، فميساريا بتقول لها عايزة تقتليها، تقول لها لا عايزة اتكلم معاها. قالت لها طب ما تقتليها اسهل، خلص عليها دي اسهل لي، لما تتكلمي معاها دي كوين ريجنت هتعمليها ازاي؟ فبتقول لها تحبي ابعت لها رساله؟ فراينيرا قالت لها لا، الرساله دي هي مش هتفتحها زي ما انا قبل كده ما فتحتش رساله أليسن. بس بعد كده راينيرا فتحت رساله أليسن، وبعد كده راحت لميساريا. فراينيرا بتثق في ميساريا وبتقول لها انا عايزه اقنع أليسنت ان احنا نحاول نوقف الحرب دي قبل ما تخش في مجزرة اكتر من كده. وميساريا بتقول لها ان صعب قوي توصل لها وهي لوحدها، الا اذا عملنا زي ما عملنا مع دايمن وراح بفيشنج بوت وهو لابس زي الناس الطبيعيه، مش لابس لبس امير، فانت ما تلبسيش لبس ملكه وتروحي بفيشنج بوت عاديه وتاخدي معاكي واحد ولا حاجه، وفي وسط الناس كده ايه هوب لحد ما توصلي لحد الحته اللي هي بتروح تصلي فيها، ذا سبت اوف ريمبرنس اعتقد اسمه، على الهيل اوف رينيس، اللي هي الهيل اللي في كينجز لاندنج اللي اتسمت باسم رينيس اخت ايجون. وبنشوف فعلا السين اللي بعدها راينيرا وداركلين اللي معاها في الكينجز جارد. اتكلمنا برضو في السيريز التانية عن الداركلينز واول كينجز جارد في تاريخ الممالك، دارك روبن اللي هو روبن داركلين، وكل سلالة الداركلينز دي فيها ناس كتير قوي في الكينجز جارد. فبيروحوا على السبت وبنشوف اول حاجة برضو الدورية، الشموع، بتفكرنا بالثيم بتاع الابيسود دي زي ما قلت لكم في اول الحلقه. وبرده لما دايمن راح لسايمون سترونج كان نفس المنظر، الترابيزه اللي عنده برده دوريه. نيرا بتروح تقعد جنب أليسنت وبتطلع خنجر صغير كده وبتقول لي أليسنت هتفتحي بقك هديكي واحده. فأليسنت اتخضت جدا، قالت لها ما تتكلميش، لو قلتي اي حاجه هياخدوني هيخلصوا عليا وهخلص عليكي. فأليسنت قالت لها طب وبعدين؟ فرهترانين قالت لها طب استني انا عايزه اتكلم معاكي، واضح ان انا ما ابتديتش صح، اديني فرصه اشرح لك انا عايزه اتكلم معاكي في ايه. فرينيرا بتقول لها انا عارفه ان انت مش عايزه حرب زيك زيي، فاحنا لازم نحاول نوقف المجزره دي. وبيبتدي الاتنين بقى يلوموا بعض، اتنين صحاب
اتقابلوا، انا حاسس ان هما الاثنين لسه في حته حب بينهم وبين بعض. كنت حاسس ان هما الاثنين عايزين ياخدوا بعض بالحضن، بس اللي هو الاجواء ما تنفعش. وبتبتدي اليسنت تلوم رانيرا في موت جهارس، ورانيرا بتقول لها انا مش انا اللي قتلت جهارس. وبتبتدي رانيرا تلوم اليسنت في موت لوسارس، فاليسنت بتحلف لها انا ماليش دعوه. والاتنين بيصدقوا بعض ان هما ما كانوش طرف في الموضوع ده، عشان دول امهات عندهم احساس قوي جدا باولادهم، مستحيل يحبوا ان اي اطفال تتضر يعني. فاليسنت بتقول لها انت جايه تستسلمي. رانيرا بتقول لها لا انا عايزاكي تفهميني، احنا لازم نتكلم. فاليسنت بتقول لها انت ما عندكيش جيش وما عندكيش سبورترز كتير، اكسبوزد جدا وضعيفه جدا، انا مش عارف احنا ليه بنتكلم اصلا. فرانيرا بتلومها على الحاجه الكبيره بقى، انتوا ازاي تاخدوا العرش مني؟ ازاي تنصبي ابنك قد كده؟ انت انانيه يعني، انت فعلا عملتي الخدعه دي كلها؟ انا مش مصدقاكي. فتقوم اليسنت قايله لها مش خدعه، فيسارس هو اللي قال كده. فرانيرا بتقول لها انت كدابه. فراحت اليسنت مدياها زي كده ايه موشح اثبت لرانيرا ان اليسنت ما بتكدبش، ورانيرا فضلت تبص في عينيها مش شايفه كدب. اليسنت بتقول لها انا ممكن اعمل حاجات كتير غلط بس والله انا مش بكدب، فيسارس قال ايجون قبل ما يموت. فرانيرا بتقول لها طب هو قال رانيرا؟ فاليسنت عملت كده. انا فتحت الحلقه بتاعت السيزون اللي فات عشان اتاكد ان اليسنت ما بتكدبش، هو فعلا ما قالش رانيرا. فبتقول لها قال ايجون. فرانيرا بتسكت كده وتقول لها طيب هو قال ايه بالظبط؟ فاليسنت بتقول لها قال ان ايجون is the prince that was promised، الامير الموعود. ودي الكلمة اللي في الخنجر السيكرت اللي بيتقال من ملك للي جاي بعديه على طول، بس السر ما بيطلعش. فرانيرا اتخضت جدا ان اليسنت عارفة the prince that was promised، فبصت لها قالت لها هو قال لك قال لك السر؟ فاليسنت بتقول لها سر ايه؟ فراحت رانيرا قالت لها A Song of Ice and Fire قال لك. فراحت اليسنت مش فاهمه. فرانيرا بتقول لها دي كانت اغنيه، دي كانت قصه كده كان بيحكيها، بس كانت على ايجون ذا كونكرر. فاليسنت في النقطه دي بتفتكر ان هو فعلا قال A Song of Ice and Fire كده وهو بيموت، ان انا رجعت شفتها. فبتجمع ان رانيرا بتتكلم بجد، ما كانش يقصد ايجون ابني، كان يقصد ايجون ذا كونكرر. اتس تو ليت ناو، خلاص كل الكلام ده بيحصل في مخها كده. فارانيدا بتقول لها دي غلطه، انت لازم تنقذي الموقف. قالت لها خلاص مفيش حاجه ممكن ننقذها، ابويا مش هنا. دي اول حاجه بتقولها لها، ابويا مش هنا. انت عارفه ايمن ده عامل ازاي؟ ده معناها ان هي خلاص شيز نوت ان كنترول، والحرب قامت يا رانيرا. فانفدي بجلدك، هي مفيش حاجه، ما ينفعش ننقذ الموقف، خلاص رانيرا اتس تو ليت. وبتمشي اليسنت وبتسيب رانيرا لوحدها تبص على الشموع اللي على شكل دايره. وبتخلص حلقتنا. اتمنى يكون الريفيو لطيف، عرفتوا فيه شويه معلومات جديده. اتمنى اكون خفيف عليكم حتى لو الفيديو طويل. لو عجبكم الفيديو وصلتوا معايا لحد هنا اوعى ما تدوسش لايك من فضلك، خلاص لايك وسبسكرايب، ولو حابب شير بس ده كده كده يعني لو عجبتك الحلقه. لو ما عجبتكش الحلقه ما تدوسش لايك عادي. ميرسي جدا يا جماعه، واشوفكم الحلقه الجايه. باي باي.